يا ناس يا عسل الفنكوش نمرة 11 وصل الفنكوش نمرة 11 دوت تقريبا اتأثر بيه يمكن 60-70% من المصريين. الفنكوش نمرة 11 دوت كان عبارة عن الفاكسين الصيني اللي لم يتم اختباره جيدا، وطبعا ما حصلش على اللايسنس من ال WHO. فقالوا نعمل ايه؟ قالوا نجيب الحمار البهيم بتاع مصر ابو بربور ده، نخليه يجربه على الشعب اللي هو ماسكه واخده رهاين عنده. فيوم 12 ديسمبر 2020 وقت أزمة الكوفيد جاب عقار او جاب فاكسينيشن او فاكسين صيني لم يتم له الابروفد، يعني ما بقاش ابروفد من ال WHO ان هو يتم استعماله، لان هو ما مرش باي فيزز باستثناء البري كلينيكال وفيز 1 الكلينيكال، وكانوا بيعملوا فيز 2 وفيز 3 على الشعب المصري علشان يجربوا فينا على اساس ان احنا شعب لا حد سائل عننا ولا حد يهمه اصلا ان شاء الله المصريين يموتوا. من الناحيه التانيه طبعا احنا اكتشفنا بعديها ان موضوع الفاكسين الكوفيد ده كله نصبايا على بعضه كده، حتى بالحاجات اللي تم لها الابروفنج او الابروفد اللي بقت ابروفد علشان لسبب واحد بس، لان دي بتلعب في الدي ان ايه بتاع الانسان وبتسبب في الميوتيشنز او في انواع كانسر كتير جدا. لذلك الناس الملقحين بالكوفيد وخاصه اللي لم يتم التصريح بيه من ال WHO علشان يعرفوا التوكسيسيتي ويعرفوا هو فعلا نافع ولا مش نافع. فطبعا حضراتكم هتلاقوا الناس الملقحين بهذا القرف الصيني بيمرضوا كتير جدا، وربنا يكفينا الشر. وفي ظهرت حالات كانسر كتير جدا. من مصلحة السيسي ان هو يخلص على الشعب المصري. ده فنكوشه نمرة 11 اللي كان بيقضي بيه على جزء كبير من الشعب.